السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخباركم شباب؟ شلونكم؟ مساكم خير، ابو خمل معكم. يلا حيهم مقطع جديد. اول شيء عندي اعلان بسيط، المتجر كويس وبيعجبكم باذن الله. المتجر اسمه فنون بو. ايش يسوي المتجر هذا؟ عنده رسم لوحات على الطلب، تطلب اللوحة اللي انت تبيها باي شيء، اي لعبة، اي منظر، اي صورة، حتى لو لك مثلا تطلب اللوحة هذه ويرسمها لك. في عنده أمثلة وتطلع قدامكم. برضه عنده طباعة على الأكواب السحرية، صراحة جزاتني فكرة الأكواب ذي صراحة خطيرة، وعنده كم شغلة كويسة. وبرضه عنده توصيل جميع مناطق المملكة. موقع أو متجر يستاهل إنك تشتري منه حتى لو تجربه بس تجربة. قبل ما نبدأ، انستغرامي قدامك بالشاشة هنا ولا هنا، اضغط بالانستغرام وسوي لي فولو، واذا عندكم مواقف كلهم بالانستغرام راح تنزل ان شاء الله بالقناه. وبس ان شاء الله خلونا ندخل على المواقف على طول. نبدا مع اول واحد اسمه استكنان شرطه 16. يقول انا عمري حاليا 16 وعايش برياض. قبل سنتين بالعيد كان جاينا خالي وكان تو شاري مازدا. هو طيب وكريم. يوم جانا كان يقول لي سوق انت، يخليني رغم ان الموتر تو جديد. جاء العصر وطلبت مني امي اغراض من بند، وبند جنب بيتنا 5 دقائق كعابي. المهم وانا طالع القى خالي نايم. قلت ازف المفتاح واروح اجيب الاغراض افضل لي. وانزل طويل العمر والبس لك اللطمه، ومعي مسدس حق الخرز، تعرفونه مسدس اللي معروف مسدس الخرز. المهم يقول واخذ المسدس هذا وبخ اسود علشان وشلون انه مو بلعبه، يعني انه صدق، انت شلون. المهم واخذ المسدس يا طويل العمر وادق اللطمه واركب الموتر ورحت بند وجبت الاغراض. الا شويه تحمس واقول لازم هجول، تخبرون موتر فخم وذا لازم هجول. وانا جاي يا طويل العمر وهجول على الموتر على 90، ويروح الاول والثاني والثالث يهج. تعدى الموتر طويل العمر وادخل الحاره واروح مع كل لف وجرمت ومسرع ومشغل اغاني. ويوم وصلت عند البيت او تحت البيت وما اسمع غير صوت الدريه الا وهو يحدني ويقول صفط، وانا اقول اهلا بالعيد. العيد طبعا غير عيدنا ذاك، عيد ثاني. يقول وانزل من الموتر اسلم عليه واقول له هلا اخوي عامر، مسوي طالع منها يعني. يقول لي وراك تفحط؟ بلشت انا ادور تصريف يمين يسار، قلت والله هجت معي. قال بالله هجت معك، قديمه الحركه هذه او قديمه الكذبه هذه، بطلوها. المهم قعدت احلف له، قال لا تعرف ترى يشوفك من يوم كنت بتدخل بالحيط بالجدار، يعني حلو طيح حمبه، فهمت شلون؟ ومن هنا عرفت اني انحشرت. قلت وش الحل؟ قلت مالي الا اصيح يمكن يخليني. وابدا احاول اصيح واقول له تكفى تكفى خلني، الا هو يعصب يقول اص ولا كلمه ولا احطك بالدوريه الحين. وانا قامط يقول لي موتر من هو؟ قلت موتر خالي. يقول سارقه؟ قلت لا هو معطيني اياه. قال عطني استماره حقت السياره واثباتك. قلت ما معي اثبات. قال عطني استماره. وانا ادخل السياره طول العمر وادور ما ادري وش الاستماره، وادور ما لقيت شيء اسمه استماره، ما اعرف. المهم اخذ الاوراق كلها واعطينا العسكري. قلت له طلع لي استماره ما ادري وينه. المهم قال لي صفط الموتر واطلع نادي ابوك. قلت له ابوي مو بهنا. قال خلاص اطلع نادي لي خالك. قلت له تكفى خلاص، اول واخر مره وتكفى. ولي شوي وانا احول به، وكل ما زودته قال لي قص ولا كلمه ولا سطرتك ودخلتك الدريه. اخر شيء قلت الحين تلقى امي تقول وين الاغراض، خل اخذ الاغراض واوديهم فوق لا وارجع للعسكري. المهم اخذ الاغراض بالكيس حق بنده وبرقى فوق لامي. وانا يوم جيت برقى وندينا العسكري قال تعال. قلت له وشو؟ هو ايش حاسب ان معي الشام حشيش ولا شيء مهربه، فهمت شلون برقيه. قال وش اللي معك بالكيس؟ قلت له زبادي وتفاح واغراض السلطه يعني. قال انت كنت رايح تجيب اغراض لهالك؟ قلت اي والله. قال خلاص اعطاني الاوراق وقال لي لا اشوفك تفحط هنا ولا تسوق سياره هنا، ولا والله لا اشيلك واحطك بالقسم طوالي. والله العظيم ما اكذب عليكم بشيء، الحمد والشكر من الرب، ومن يومها وانا غاسل ايدي من الحياط. استكلان 16 والله موقف جميل صراحه. هذا احمد شرطه تحت 284. يقول السلام عليكم، متابعكم يوتيوب الزبده. سالفتي كنت انا احمد، اسمه احمد، وخويي خالد ندرس ببريطانيا. الزبده جت لنا اجازه اسبوع وقررنا ان نروح باريس. رحنا ملاهي ديزني لاند وفلناها. الزبده كنا مع جروب سياحي، وباخر اليوم قال القائد حق الرحله حقنا اللي بيقعد بالملاهي الين تسكر الساعه 11:30 ويرجع بالمترو بكيفه، واللي بيروح معنا يروح معنا الان. قلنا انا وخويي نبي نقعد لاخر الرحله اللي هي 11:30 ونرجع بالمترو. المهم قعدنا الى اخر عرض ينتهي 11 و20 دقيقه، باقي 10 دقائق على المترو يروح. واول ما خلص ركضنا راكض المترو لان اخر رحله 11 و25. الزبده ركبنا ووضع تمام ونزلنا بالوقفه حقتنا، وكان معهم جروب طبعا اكثر من شخص بالرحله هذه. المهم نزلوا جروب، نزلنا معهم. كان في عندنا اسبانيين
معنا بجروب نعرفهم ونوجيهم هذول معنا. المهم قلنا خلنا نلحقهم اكيد انهم بيدلونا على نفس الفندق. هم 10 اشخاص تقريبا، ما ندري الا انقسموا قسمين، 5 راحوا يمين و5 راحوا يسار. ما ادري ايش السالفه، المهم رحنا مع طريق مظلم، وهنا تبدا الاكشن. يسارنا فنادق ويميننا حديقه كبيره وفيها حشرات تنور بالليل، وحنا نمشي ظلام، الشارع ظلام بشكل يعني ما بقول الحشرات تبين قلت انه ظلام. المهم وشوي نشوف من حديقه الا كشاف ينور ويطفي ينور ويطفي ويقرب لنا، وحنا نمشي شارعنا. ويوم وصلنا حد الحديقه اللي عندنا دخلنا احد الفنادق اللي على اليسار، لانه وش قماطنا صدق كنا انتهت الحديقه ولا لقينا شارعنا وظلام كان، فوش خلينا نروح لاقرب فندق. المهم دخلنا الفندق قلنا له نبي نسكن عندكم ليله. قال ليه من وين انتم؟ وريناه اسم الفندق حقنا، قاعد يضحك يقول قريب هنا دقيقتين وانتم موصلينه. المهم طلعنا من الفندق ورحنا بنروح لفندقنا اللي هو حقنا ذاك، وحنا طالعين ننور على الارض برجلينا، فهمت شلون بالجوال. ايه وحنا نمشي وصلنا حرف تي، لو ما مرت سياره قدامنا كان ما درينا انه وصلنا حرف تي، ونلتفت يمين نلقى فندقنا وندخل على الفندق طول العمر. ولا اللي يداوم مو هو اللي يداوم الصبح، يداوم واحد ثاني بالليل ما عرفنا. المهم وريناه المفتاح وعلمناه انه ساكنين هنا ودخلنا الفندق، والحمد لله وانتهت قصتنا. والصراحه قصه جميله، ويقول كان يوم ما انساه. اكس اف 16 سي يقول السلام عليكم، انا اسمي ثامر، انا صار الموقف قبل 5 سنوات يوم كنت بسادس ابتدائي. كان عمي تو شاري موتر جديد وكان كامري وكان اوتوماتيك، وكنت اتطلب اسوق وخلاني اسوق كم مره، وكنت متحمس لان الموتر اوتوماتيك وجديد فكان ودي اسوقه دايم. يوم جيت بسوقه مره ثانيه قال عمي لا. جت الساعه 12 بالليل ونام عمي. رحت سرقت المفتاح وشغلت الموتر وكانت الديره فاضيه. رحت افرفر الين ما جاء براسي فكره، اغبى فكره ممكن تتخيلها بحياتك. تفحط؟ لا تتعدى المرحله هذه. ممكن يشرع يصفي الطبلون مثلا؟ لا. فكر او جت براسي فكره اني اطعس، من شده غبائي كنت بطعس على كامري. رحت الطريق اخر نفود، اول ما دخلت النفود غرز الموتر، وكنت قريب من دوار على خط سريع. رحت الدوار وقمت الوه بيدي، يعني قاعد بيصوت العالم انقذونا هيلب، فهمت شلون؟ وقف لي راعي باترو وقال لي وش بلاك؟ قلت والله موتري مغرز. قال اركب. الصراحه ذاك وضعه كان مشكوك، مولع سيجاره وشعره لين اكتافه، قلت مستحيل اركب معه ذا. ورحت مشي ونزل معي وطلع لي الموتر من مكان الغراز، وانا خايف بس ابي اوصل البيت. نرجع لعمي، يعني الحين نتكلم من طريقه ثانيه او من جهه ثانيه. جدتي الله يحفظها ما لقت سياره عمي وراحت علمت به عمي، وعمي دق على عمي الثاني وقال تعال مرن خلينا ندور الموتر وندور الولد وين راح. المهم جيت مع الدوار ولا عمامي جايين من الجهه الثانيه، شافوني ولحقوني وكنت داز، ووقفت عند البيت ويوقفون وراي وانا انزل واركض الا والنعل وانتم كرام صوتها من عندني كنا صاروخ، وازبن وقفل الغرفه. يوم جاء من بكره الا واسمع صوت عمي وازبن بدرت ويفتح علي قال لي لا تعودها ومن هالكلام ذا وتستمر الحياه. موقف جميل يا اكس اف 16. وبس هذه المواقف اتمنى انها عجبتكم. في كومنت قريته يقول انه غلط انك تحط حساب واحد بس وانت تاخذ من 3 مواقف او 4، فيوم فكرت فعلا ما يحتاج افضل موقف، كل المواقف يعني كويسات اللي تقولونها لي لا تقصرون معهم ولا تقصرون معي انا برضه. ادخلوا على انستغرامي قدامكم انستغرام وسووا فولو واكتبوا لي اي قصه من قصصكم ومواقفكم، وبس لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه. كان معكم خمال، السلام عليكم.